إيه هي القصة الحقيقية ورا مسلسل إقامة جبرية؟ ايه اكتر حاجة بتخافي منها؟ نكون لوحدي. هنا الزاهد الأمورة اللطيفة الكيوت اللي احنا بنسميها باربي هي لسه باربي، بس المرة دي باربي بقت متوحشة ومرعبة وبتاكل الرجالة. مش عاوز الحقيقة؟ هي دي الحقيقة. انا جوزي ما انتحرش، انا اللي زقيته، يعني انا اللي قتلته. مسلسل إقامة جبرية هو مسلسل اجتماعي نفسي حاسس انه يحصل لي حاجه. بطولة صابرين وهنا الزاهد ومحمد الشرنوبي. الحكاية بتبتدي إن عايدة دكتورة نفسية بتروح لها بنت جميلة وصغيرة، هي دكتورة صيدلانية اسمها سلمى. ايه السبب اللي خلاكي تيجي هنا؟ حسيت ان انا عايزه اتكلم مع حد ما اعرفوش. بتعاني من مشكلة نفسية، وهي في الجلسة العلاجية بتقول لها إن هي قتلت جوزها. قتلتيه يعني فعلا ولا مجازا؟ انا حاسة بتأنيب ضميرك وفاهماه كويس، لان في ناس كتير قوي ممكن يحسوا بالمسؤولية تجاه اقرب الناس ليهم انهم انتحروا بسببه. طبعاً الدكتورة بتتصدم، بتكون مش عارفة تتصرف إزاي. في بنت عاوزة اعرف عنها كل حاجة. شرف المهنة بيقول إن هي ما ينفعش تقول أسرار المرضى، من أول يوم جيت لك فيه وأنا أمنتك على سري. بس في نفس الوقت هي لازم تتحاكم وتتسجن. انت ماشيه يا جماعه عنها معلومات. وجودها أصلاً وسط الناس خطر. ماسكه عليك ايه البت دي؟ وشوية وابن الدكتورة الوحيد بيقول لها إنه حب واحدة وعايز يتجوزها، بتطلع سلمى. دي سلمى، تقدري تقولي عليها كده الوحيده اللي ممكن تحقق لك امنيتك. مبسوطة قوي إن أنا شفت حضرتك. موسى دايما بيحكي لي عنك. إقامة جبرية مش مسلسل رعب، هي الفكرة نفسها مرعبة، إنك تتعامل مع شخص في حياتك ويبان إنه طيب وطبيعي لا يمكن تشك فيه، بس في الحقيقة هو مصيبة سودة وقتال قتلة. انتشرت أخبار كتير وكلام على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت إن القصة دي واخدينها من قصة حقيقية. القضية دي كانت معروفة باسم قضية دكتورة منار بتاعة حي السيدة. هحكي لكم الحادثة ونحكم سوا. الحادثة حصلت سنة 1980 عن دكتورة اسمها منار اتجوزت زميلها في الجامعة، وكان في فرق كبير جدا في المستوى المادي والاجتماعي، وأهله ما كانوش راضيين عن الجوازة. فوهي حامل في الشهر التاسع أهل جوزها ادوها علقة موت، ضرب في بطنها لحد ما الجنين توفى ونزلت أعضاؤه متكسرة، ونتيجة الحادثة دي هي مش هتقدر تخلف تاني. فبعد فترة بتفتح عيادة، وبيكتشف البوليس عن طريق الصدفة لما بيدخلوا يفتشوا العيادة إن في أعضاء لعدد كبير من الأطفال، وعرفوا إنها كانت بتموت الأطفال في عيادتها وتقطع أعضائهم. بعد ما عملوا تحريات بعتوا عسكري لبيت مامتها، لقوها عايشة في بيت قديم حتى ما فيش أي عفش. الست طيبة جدا وحكت للعسكري اللي حصل، فقال لها بنتك هتتسجن وتتحاسب على اللي عملته. الست زعلت والستات زعلها وحش، فأول ما لف ظهره وكان ماشي راحت الست لفة رقبته بحبل وقالت له انت هتموت وتدفن هنا جنب جوزي بعد ما قتلته. لما راحوا يقبضوا على الدكتورة منار كانت هربت وما يعرفوش عنها أي حاجة لحد دلوقتي. القصة دي لو حقيقية وحصلت بجد، أنا بشوف إن هي مختلفة وبعيدة كل البعد عن قصة المسلسل. سلمى في المسلسل كانت بتنتقم وبتموت الرجالة اللي بتفتكر إن هم بيخونوها ومش بيحبوها. قال لي ان عمره ما هيسيبني وهيفضل جنبي بقية عمري كله. طبعا في سذاجة رهيبة إن هم يبعتوا عسكري لوحده لبيت مامتها فيموت، وتعرف تفاصيل صغيرة وغريبة حصلت بين الاتنين. واحد منهم مات في وقتها، والتانية الست اللي قتلت العسكري، وحاجات تانية كتير مش هدخل في تفاصيلها، زي جوزها راح فين، اتطلقت، عايش، ميت، وكانت بتحتفظ بأعضاء الأطفال دي ازاي وليه، معرفش. شايفة إن وجه الشبه الوحيد إن هما الاتنين دكاترة. القصة بصراحة كلها مش داخلة دماغي. نرجع بقى للمسلسل. طبعا مش محتاجة أقول إن دور جديد عن هنا الزاهد، ما عملتش حاجة شبهه قبل كده. هي دايما بتعمل كيوت وكوميدي، وعشان أكون صريحة هي عملت الدور حلو جدا،
وعرفت تمثل الشخصية المريضة من غير ما تأفور، وفي نفس الوقت الشخصية الطيبة الغلبانة المطيعة الرقيقة اللي بتوصل لحد المثالية زي ما موسى بيقول وباقي الناس بيشوفوها. بعدين انت فيكي كل حاجه حلوه حلوه وزي القمر، طيبه وحنينه، تخافي على زعلي من كل حاجه. محتاجة اكتر من كده. صابرين عاملة شخصية الدكتورة النفسية حلو قوي، علشان هي برغم انها بتعالج الناس بشكل اكاديمي وعملي وتحل لهم مشاكلهم، بس هي نفسها لما وقعت في مشكلة شخصية ما بتقدرش انها تساعد نفسها، وحالتها النفسية بتتوتر وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي ولا تعمل ايه. شرنوبي عامل دور موسى ابن دكتورة عايدة، بس ما عنديش اي تعليق تاني. ندخل بقى في شوية تفاصيل. لبس هنا الزاهد هو غريب شوية بالنسبة لي من ناحية الواقعية، مش بشوف حد على طول بيلبس فساتين شكلها كده معظم الوقت. احنا بنشوف الستايل ده كتير في الأفلام الأجنبية المرعبة، لما واحدة راكبها عفريت زمان أو في قرية والكلام ده، بس طبعا هو لايق على الشخصية المرعبة. بس هل هو واقعي دلوقتي؟ مش عارفة. سيمون طلعت في مشهد واحد بس لحد دلوقتي علشان المسلسل لسه ما خلص. أخدت وقت طويل عشان اخد بالي إن هي سيمون أصلا، من كتر ما هي بتخوف أكتر من بنتها. الجميل بقى ردود أفعال ستات كتير على أحداث المسلسل. قالوا واحد عايز يسيبها ويقول لها إن هي غيورة ولازقة وبيكلمها بطريقة مستفزة، وهي تتحايل عليه إنه يديها فرصة تانية ومش بيرضى، فرد فعل طبيعي إن هي تزقه من البلكونة، والتاني خانها فلازم تخبطه بالعربية وتقطع رجله، وقالوا إحنا هنخ بقى ونتعاطف مع الرجالة ولا إيه على آخر الزمن. فأحب أحذر كل الرجالة إن كل ست فينا جواها سلمى، فأقصر الشر وامشي جنب الحيط وبلاش تستفزها، وكفاية كده عشان تعبت.